السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. طبعا النهاردة هعمل الأرنب. هوريكم احنا ازاي بسويه. دي طريقة من الطرق يعني. اولا كده انا نقعته في ليمون وحبة ملح بسيطة خالص وشوية خل، وبعد ما سبته اتنقع يجي ساعتين كده محترمين. اول حاجة هنا هبدأ احطها معايا حلة هنا فيها سمنة او سمنه على زيت اللي بتفضلوه بقى. هنا هقلبهم كويس قوي في الخليط بتاع السمنه والزيت ده. هديهم تشويحه كده نيه يا ام يوسف. ايوه هحط اشوحه كده نيه. وهقول لكم دلوقتي انا مجهزه معايا في الطبق هنا جنبيه طماطمايه واحده وبصلايه وفصين من التوم وجزرايه صغيره. هديلهم طبعا تشويحه كده حلوه، وهفضل اقلب فيهم بقى كده عشان الحته اللي هي ايه. طبعا لان الكميه كانت كبيره يعني مش هتيجي كلها جنب بعضيها مره واحده يعني. فكنت بطلع دي واحط دي وكده. فزي ما انتوا شايفين هنزل بقى بالطماطم والجزر والبصله، وهجيب لهم طبعا المفروض في بهارات تانية كده لو انتي حابه تضيفي يعني. انا عندي ضفت معلقه من البهارات اللي كانت عندي دي، تشكيله كده من البهارات عاملاها. والمفروض ان انت تنزل عليها بميه مغليه، انا كانت سخنه بس. فهنا كده كانت بدأت تقلب، اللي هو لسه اول غلوه ليها. هنزل عليها هجيب دلوقتي وحدتين من ورق اللوري، هحطهم يعني كده في وش الشوربه يديها ريحه وطعم. يعني بحبه بصراحه احطه، يعني في ناس ما بتحطوش غير في اللحمه بس انا بصراحه بحب احطه في فراخ الارنب لبط، بيبقى جميل قوي. وكمان طحناه على فكرة بحطه برضو في الاكل. هنا بقى خلاص كان استوى معايا، ومعايا طاسة هنا فيها زيت، برضو زيت على سمنة. طبعا انا بحب اقول لكم لان في ناس ممكن تفتكر ان انا بحمر الحاجة دي في زيت بس او في سمن بس. لا، انا بس بقول اللي هو يعني من باب العلم بالشيء، اللي هو بعرف اللي قدامي او اللي بيتفرج عليا انا بعمل ايه بالظبط. كل سنة وانتم طيبين، وما تنسانيش بقى يا جماعة باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس للكل علشان يوصل لكم كل جديد. انا عارفة طبعا ان محتواي بسيط، فيا ريت تدعموني، وما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك. واللي لسه يشوفني لأول مرة يدخل القناة وينورني. طبعا هنا كلهم هشوحهم بنفس الطريقة، وهرجع اوريلكم بقى في الاخر ان شاء الله. ادي يا جماعه شكله في الاخر في النهايه. بصوا انا عايزه اقول لكم انا بحبه جدا يعني. انا من عشاق اكل الارنب يعني. في ناس كتير ما بتحبوهوش وما بتفضلهوش، بس طبعا الاكل اذواق ونفسيات وراحات. كل سنه وانتم طيبين.